السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم وكالة أمنية ترافل، الوكالة ديالكم اللي كترافقكم في كل ما يخص التأشيرات. في هذا التسجيل بغيت نشارك معكم معلومات مهمة على الوثائق المطلوبة باش تدفعوا طلب ديال فيزا التجمع العائلي مخصصة لأفراد العائلة ديال الناس اللي عندهم الجنسية الأوروبية، وبالخصوص اللي عايشين في إيطاليا. غادي نشرح لكم كل خطوة بشوية وبالدارجة ديالنا باش يكون كل شيء سهل وواضح لكم. إلا كنتي من هاد الفئة أو عندك شي قريب باغي يجي عندك يعيش معك في إيطاليا، هاد الشرح راه غيهمك. تابع معنا للنهاية باش تعرف كل شيء بالتفصيل، وخلي عندك ملف قوي وكامل. هما أفراد العائلة اللي كيحق ليهم يدفعوا طلب ديال التجمع العائلي مع مواطن أوروبي: الزوج أو الزوجة، الأبناء المباشرين اللي عمرهم أقل من 21 عام أو أكثر من 21 عام إلا كانوا تابعين ماليا، وحتى الأبناء ديال الزوج أو الزوجة، الوالدين المباشرين اللي كيعتمدوا اقتصاديا، وكذا الوالدين ديال الزوج أو الزوجة واللي غادي يمشيو مع المواطن الأوروبي أو يلتحقوا به. هاد الناس هما اللي كيستافدوا من الفيزا ديال لم الشمل بشرط يوفروا الوثائق المطلوبة. شنو خاص يكون في ملف الطلب ديال فيزا التجمع العائلي مع مواطن من الاتحاد الأوروبي؟ السفارة الإيطالية عندها الحق تطلب وثائق أو ضمانات إضافية إلا شافت أن الملف ما كافيش. باش يتقبل الطلب ديالك خاصك تحترم هاد الشروط: ترتب الوثائق بنفس الترتيب اللي مكتوب في القائمة. جميع الوثائق خاصهم يكونوا مترجمين الإيطالية عند مترجم معترف به من طرف السفارة، ومعهم خاتم الأبوستيل. خاصك دير نسخة من جميع الوثائق وتقدمهم مع الملف الأصلي. دابا غادي ندوزو الجزء الأهم، واللي هو شنو هي الوثائق اللي خاص تكون في الملف ديالك. باش يكون عندك ملف كامل ومرتب وكتزيد فرصتك في الحصول على الفيزا، خاصك تجمع الوثائق المطلوبة وحدة بوحدة وبالطريقة اللي كتطلبها السفارة. غادي نعطيك اللائحة بالتفصيل وبكل وضوح. تابعيني مزيان وخلي معك ورقة وستيلو باش تدون كل نقطة. 1. استمارة الطلب، خاصها تكون معبية وموقعة من الشخص اللي كيطلب الفيزا أو من طرف ولي الأمر إلا كان قصير. 2. تصويرة بالحجم 3.5 على 4.5، تكون جديدة ما فاتاش 3 شهور، على خلفية بيضاء وبالألوان. الباسبور الأصلي خاصو يكون صالح الأقل 6 شهور من بعد ما تسالي مدة الفيزا، وما يكونش داز عليه أكثر من 10 سنين، زائد نسختان من الصفحتين الأوليين والصفحتين اللتان تحتوي إن وجد على تأشيرة شنغن السابقة وطوابع الدخول والخروج للأراضي الإيطالية. 3. نسخة من البطاقة الوطنية لاسيان. 4. خطاب دعوة من الداعي أي الحاضر الإيطالي مصحوبا بالنسخة من وثيقة هويته والباسبور ديالو الإيطالي حسب النموذج الموجود في الموقع الرسمي للقنصلية الإيطالية. 6. نسخة من عقد الازدياد الخضراء مترجمة والأبوستيل. بالنسبة للوالدين، إثباتات باللي الولد أو البنت اللي في إيطاليا كيصيفطوا لهم الفلوس منذ عام على الأقل مع توقيع وختم ديال البنكة. نسخة لدفتر الحالة المدنية الأصلية مترجمة والأبوستيل. شهادة القرابة مترجمة والأبوستيل. شهادة التحمل العائلي مترجمة والأبوستيل. وعقد الازدياد للمضيف أي الابن اللي غادي يستقبلهم، ونسخة من بطاقة التعريف الإيطالية ونسخة الجواز السفر الإيطالي. ورقة تحمل مسؤولية من طرف المضيف أي الابن اللي غادي يستقبلهم أو التأمين البنكي. بالنسبة للأبناء، الأطفال أقل من 21 عام، شهادة الازدياد فيها اسم الأب والأم مع دفتر الحالة المدنية مترجم ومأبوستيل. إلا كانوا أكثر من 21 عام خاص إثباتات بالصرف المالي عليهم لمدة عام. إلا كانوا قصيرين أي أقل من 18 عام، خاص ترخيص من الأب أو الأم باش يسافروا ويعيشوا مع المستضيف مع نسخ بطايق الهوية والترجمة والأبوستيل. الوثيقة خاصها تكون صالحة على الأقل 2 و10 أيام من نهار تقديم الطلب.
الأطفال أقل من 14 عام خذ شهادة المرافقة أصلية مترجمة أبوستيلي وصالحة كذلك 2 و10 أيام من نهار تقديم الطلب. بالنسبة للزوج أو الزوجة خاصك تجيب نسخة من عقد الزواج مسجلة في بلدية الإقامة في إيطاليا، وشهادة السكنة ديال الشخص اللي غادي يستقبل أفراد العائلة في إيطاليا. وهكا نكونوا وصلنا لنهاية هذا الشرح. كنتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا مزيان شنو خاص يكون في ملف الطلب ديال فيزا التجمع العائلي مع مواطن من الاتحاد الأوروبي، وشنو هي الوثائق اللي ضروري تجهزوها. ما تنساوش التنظيم والدقة في جمع الوثائق هو أول خطوة باش يكون عندك ملف قوي وفرصتك تكون كبيرة في القبول إن شاء الله. وإلا احتاجيتوا أي مساعدة أو بغيتي تعرفي أكثر، مرحبا بك في وكالتنا أمنية ترافل، ديما معك خطوة بخطوة حتى توصل الفيزا ديالك. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتخليوا لايك الفيديو وتبارطاجيوه مع الناس اللي كيهمهم الموضوع. شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.